الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. معتنا مع روتين البهجة. الاسم ده مش مجرد اسم للروتين، فعلا الاسم ده حقيقي. النهاردة الروتين مبهج جدا، ان شاء الله بإذن الله تستمتعوا معايا بالروتين وتستفادوا. الروتين فيه كذا فكرة وفي كذا جانب، وان شاء الله بإذن الله مع روتين أول يوم من أيام ذو الحجة. المهم بقى قولولي انتوا اخباركم ايه مع التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل؟ اخباركم ايه مع الصيام؟ لو كنت حاسه الصيام صعب عليكي في الايام دي بسبب رضاعه، بسبب حمل، طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن لو انت بتتحججي بحراره الجو والظروف اللي احنا فيها، عايزه اقولك افتكري ان كان بيعدي علينا رمضان في اشهر برضو اللي هي شهر 8 وشهر 7 في سنه من السنوات وشهر 6، وكنا بنصوم في الايام دي لانه كان فرض علينا وكنا بنصوم، وكان بيعدي رمضان وما كناش بنموت ولا كان بيجرى لنا اي حاجه. ولكن دلوقتي الحجج بقى بتزيد، لان كل ما يبقى العمل ثوابه كبير كل لما الشيطان بيحول بيننا وبين العمل الصالح ده. الصيام اليومين دول مش فرض خالص ولكنه نافله وثوابها كبير قوي واجرها عظيم. ما من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من ايام العشر، اللي هي ايام عشر ذو الحجه، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. بصوا بقى يا بنات، النهارده كان الجو حر لدرجه ان انا حاسه ان انا مش عايزه اعمل حاجه غير الميه. يعني بصوا قاعده اخترع حاجات فيها ميه. طبعا النهارده المفروض ان انا اجهز فطار، بس انا بصراحه ما قدرتش اشغل اي نار في المطبخ، الجو كان فظيع. كل اللي طالع عليا ان انا قاعده اخترع حاجات فيها ميه عشان اقعد العب زي العيال كده في الميه، مش عارفه ايه ده. طبعا دي فوطه جرين واي، ده الصابونه بتاعتها، كنت جايباها معاكم قبل كده عامله لكم عنها ريفيو. دي فوطه التراب والتانية فوطه الازاز، بصراحه بينجزوا معايا قوي، بيوفروا معايا منظفات كتيره بعد استخدامهم. عايزه اقول يعني فعلا ممتازين جدا، والحاجات دي مش تبع المقاطعه على فكره، الشركات دي مش تبع المقاطعه. بعد كده بقى ما غسلت الفوط ديت بتنفعني. التانية بقى يا بنات البيضه بتنفعني بقى في تنشيف مواعين وايديا، ولو احط عليها على العجين لو بعجن، حلوه حلوه يعني. المهم النهارده بقى جات عليا بدأت اليوم بتاعي، شغلنا التكبيرات في البيت، كان جو مبهج جدا، شغلت بخور زي ما انتم شفتوا، حسيت بأجواء جميلة. احنا في مواسم طاعات، احنا في نفحات ربانية، عايزين نفرح الأولاد بالأيام دي ونبسطهم ونحسسهم ان في مواسم طاعات، من الإسلام دين طاعة وبهجة وسعادة وفرحة برضو. يعني شوفوا التكبيرات دي مجرد ما بتسمعها حتى في سوبر ماركت او انت ماشية بتحسي بسعادة غير عادية، بتفكرك حتى لو انت ناسية ان احنا المفروض نذكر ربنا في الايام دي، بتفكرك حتى بالحاجات انك المفروض تذكري وكده يعني. بصوا يا بنات، يعني انا مش عايزاكي خالص في الفتره دي. التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير محتاجين تدريب. يعني لو انت مثلا قلتي اول يوم وبعد كده لقيتي نفسك بتنسي، او لقيتها تقيله على لسانك، او لقيتي انك بتزهقي، لا، الحاجات دي مش بتزهق مع التدريب. لما في الاول هتقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، عشان لازم نحيي الشعائر. التكبير والتهليل في هذه الفتره اللي هي اصلا يعني عباده الايام دي مرتبطه بالذكر ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الصحابه لما كانوا بيخرجوا للاسواق في الايام دي كانوا بيكبروا بصوت عالي وسط السوق. فاحنا عايزين نفكر الناس حتى انك تشغلي التكبيرات في بيتك، وكمان ان انت تكسري منها. طب انا يا ام علياء بكون مشغوله بشغل البيت، هو ده ينفع؟ هقول لك دلوقتي ايوه ينفع، لان ده يعتبر درجه من درجات الذكر، انك حتى لو مشغوله وقلتي بلسانك. تعالوا بقى نشوف جمانة هانم وعبد الله طلبوا مني ايه. يا ماما احنا عايزين جيلي كولا والناس بيعملوه وبنشوف فيديوهات وكلام من ده. طب تعالوا نعمله. بصراحة اول مرة اعمله، بس انا مش مقتنعة خالص يا بنات بفكرة الجيلاتين دي. انا لما اكلت البتاع ده بطني وجعتني، مش عارفة الجيلاتين ده صحي ولا مش صحي، انا حاسة ان هو حاجة مش صحية. حطيت كده كيس جيلي اي نوع بقى عندك، ممكن تعملي كذا لون، وكوبايه ميه مغليه. طبعا قبلها حطيت طبعا معلقتين جيلاتين ومعلقه سكر، ودوبت في الميه المغليه. ممكن تعملي القصه دي على النار بحيث ان هو يبقى معاكي
سهل ويدوب اسرع يعني. بس الميه المغليه مشت الكلام وداب بسرعه، احنا الجو حر اساسا يعني. دوبي كويس قوي لغايه تتاكدي ان هو داب، وبعد كده بصبها في حاجه عشان اقدر اصب، لانه بقى بيبقى حساس وانت بتصبي كده وتقعدي تعكعكي الدنيا زي ما انت شايفه كده. المهم بقى يا ست الكل، جبت بقى القوالب بتاعه السيليكون اللي بنعمل فيها التلج، بنعمل بها الشوكولاتات كده برضو في البيت للاولاد، اكيد عملتيها كذا قبل كده. فالحاجات دي تبقى استخدامها قليل عندي يعني. فجبت كده مناديل او الفرشه بتاعه السيليكون عادي، بس عشان ما تشيلش زيت كتير معاكي المنديل افضل. حطيت عليه شويه زيت ورحت حطاهم في قاع السيليكون، علشان لما تيجي تخلعيه بعد كده يخلع بسهوله. بصراحه الوصفه سهله وسريعه ومنجزه، وفرت عليك يعني. انا مثلا لو اشتريت الحاجات دي برضو ممكن هتكلف اكتر يعني، بس حلوة وما طلعتش بالطريقة يا بنات اللي هي بتاعة المحلات اللي بتبقى جامدة وبتشد دي، لا هي طلعت يعني طرية شوية. اعتقد انها كانت عايزة كمان معلقة جيلاتين، ولكن كفاية جيلاتين كده، انا مش مقتنعة بيه. بطني وجعني في اليوم ده والله، كل اللي اخدتهم 2 او واحدة كده وحتة من التانية، واقول لهم يا اولاد اللي هي مش وجعتكم مش تعبتكم، لا جميل عاملين على طول. قلت بقى انتوا لسه بقى معدتكم في الاول بقى ومع نفسكم. قلت لهم لما تحبوا تعملوها سهله خلي عليها تعمل لكم بقى وكل الالوان بقى. ممكن تجيبي بقى انواع من الجيلي تانية وتعملي الوان كتير، وممكن تضيفي الوان صناعيه اللي هي الصحيه دي على اي لون وتغيري لونه يعني من الالوان التانية اللي هي الصفراء. لان معظم الجيلي بحس اللي هو مش البرتقال اللي تلاقيه كله مديكي لون اصفر في الاخر كده. المهم دي كده حاجه عملناها كنا يعني عايزين نروق على الولاد باي حاجه يعني. ده وقت الغروب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الوقت ده يا بنات بتاع الأذكار مش عايزة أقول لكم بقى، ما شاء الله ما شاء الله يعني. هو ده بحس كده وقت الراحة بتاع، احنا بدأنا اليوم من أوله، لا عايزين حاجة كده نستجم فيها، فبحس اللي هو وقت الغروب ده. الفطار بقى كان ايه النهارده في اول يوم؟ بصراحه مش قادره والله العظيم يا بنات، انا جايبه اخف حاجه سمك صياد سمك عادي، وطلعنا اكلنا في البلكونه، وعملت رز اللي هو بالصياديه ده وسلطه. من الحر كمان قعدنا في الهواء الطلق ومش قادره والله يا بنات، مش قادره اكل خالص. يا دوب كذا معلقه سلطه ومعلقتين رز وحته سمكه قد كده، يا جماعه مش قادره اكل خالص. الجو اليومين دول عايز بقى بطيخ باين وجبنه وحاجات من دي، بس احنا بقى صايمين ومش هينفع يعني. المهم اليوم بقى طويل تاني يوم، فانت لما تاكلي على كده مش هينفع. الجو النهارده بقى عايز خروج بقى من البيت، فقلنا نخرج نجيب شويه حاجات الباقيه للعيد اللي هي شويه لبس. والولاد عايزين حاجه يا بنات تشغلهم في البيت وتبقى يعني عشان ما يبقاش في ملل. دلوقتي انت ولادك كانوا في اجازه، كان في دروس وكان في مذاكره وكان في حاجات مسؤولين منها، وبعدين قعدوا. انا عايزه اشيل منهم التليفون، ما يقعدوش عليه ال 24 ساعه ولا 12 ساعه ولا 3 4 ساعات حتى في اليوم، عشان ما يوقفش الابداع بتاعهم. عايزين نطلع الطاقات اللي جوه اولادنا. بتشوفي كل حد من ولادك محتاج ايه. الصلصال حلو قوي يا بنات للسن اللي هو مثلا من اولى لستة ابتدائي. عارفين الصلصال اللي هو الباكت اللي بيتباع فيه 12 كيس، اللي هو الفل مش الصلصال العادي ده، اللي بتقعدي تعملي بيه اشكال ورد. هحط لك صوره دلوقتي. شايفه ما شاء الله يا حبيبتي الصوره دي والله يعني تقدري تعملي كور وتعملي اشكال ورد وحاجات حلوه قوي. نزلنا بقى الشارع ده، عايزه اقول لكم جبنا العلياء وعائشه كان بيقولهم بندانات محتاجينها وشويه حاجات بنات وحاجات كده، جابوها وجبنا شويه توك كانوا محتاجينها. ومحلات الجاليري بقى بشوفها بتجنن، طب تعالوا ندخل انا عايزه ادخل، لا مفيش وقت يا ماما بابا مستنيين على اول الشارع. فبص الحاجات اللي بتستهويني بقى الورد وحاجات البيت دي، ومفيش فرصه خالص، لا يا ماما احنا عايزين كذا واتاخرنا. انا بص وانا خارجه مع الولاد ببقى حاسه ان انا خارجه يعني ايه، خارجه ليهم مش ليا اصلا يعني، ولا بعرف اجيب حاجه اصلا. رحنا بقى شفنا كده شويه دريسات الموديلات اللي طالعه. اكتر حاجه عجبتني اللي هو ده، وعائشه عندها شبيه ليه اصلا، فما لقيتش حاجه جذبتني قوي بصراحه. بصوا انا مشتريات العيد والحاجات البسيطه اللي احنا جايبينها والحاجات دي هبقى انزلها لكم ان شاء الله حبايبي فيديو مشتريات مستقل. المهم تعالوا بقى نقول لكم على الحاجات اللي بتشغل الولاد في الفتره دي. الصلصال حلو بيعملوا منه اشكال مبتكره، وحتى لو هما مش عارفين يبتكروا بيجيبوا فيديوهات ويقلدوها ويعملوا زيها. ومن الحاجات اللي فعلا بتطلع الطاقه اللي عندهم وبتسلي فعلا ومسليه جدا. عبد الله بقى انا عايز لعبه العيد، بص بقى لعبه العيد عند عبد الله دي حاجه كده اساسيه. انا بقى وانا بجيب لعبد الله حسيت ان انا عايزه اجيب له حاجه تشغله. عبد الله ابني الوحيد يا بنات في اولادي اللي انا بلمه من الشارع بصعوبه، كل شويه عايز ينزل تحت، ما بحبش البيت، هو عايز ينزل وعايز اولاد تحت يلعب معاهم ومش حابب البيت اساسا.
فقلت انا هجيب لعبه على الاقل تشغله ويتسحل فيها. فجبت له حاجه هوريها لكم، بس مش عارفه الفيديو ده ولا الجاي، مجموعه حاجات يعمل بها بيوت ويعمل بها حاجات. الحمد لله يعني نجحت نوعا ما كده، وحسيت ان هو منجذب ليها. وتعالوا بقى على الحاجات دي، ما تقولوش بقى ام علياء بقى زي العيال، الحاجات اللي هي الضاغطه اللي هي الطريه دي، جبت منها واحده اللي هي بتبقى طريه كده وتقعدي تضغطي. اقعد بقى مع نفسي في الاوضه كده وانا مغلوله من العيال اطلع غلي. عبد الله برضو كان عمال يختار حاجات تانية، بس قلت له هي حاجه واحده بس هتختارها، فعشان كده انا بحطه قدام خيارات ان هو حاجه واحده هتاخدها مش اكتر من كده. حتى لو انت معاكي وانت رايحه تجيبي لاولادك حاجه، مش تقعدي تقولي خد اللي انت عايزه يا حبيبي، نقوا اللي انتوا عايزينه، لا هي مش كده. وحتى لو معاكي لازم يحسوا ان الدنيا مش كل حاجه بيطلبوها، ومش كل حاجه عايزينها تبقى متاحه، عشان انت مش ضامنه ابنك ده بعد كده هيعيش ازاي من غيرك، او بنتك اللي انت بتربيها دي هتعيش في بيت عامل ازاي. فرضنا هي ما لقتش ان بعد كده في حياتها كل حاجه متاحه، تبقى هي تتعب في حياتها عشان هي كانت متعوده كل حاجه متاحه. وبعدين برضو غير كده ده مش من اسس التربيه، ان انا اصنع السعاده لولادي، مش هو ده الصح. لا، ان انا اعلم ولادي ازاي يعيشوا الحياه، ازاي يقضوا وقتهم، ازاي ياخدوا مهارات، ازاي يطلعوا اللي جواهم، ولكن مش ان انا البي لهم كل احتياجاتهم. يعني مثلا ولادي عايزين التليفون طول النهار، ما هو اريح لي انا نازله اشتري حاجات اهو بفلوس، ونازله عشان هجيبوا حاجات يقضوا وقتهم فيه، والاسهل لي ايه؟ ان انا اديهم التليفون يقعدوا عليه وارتاح من الزن والمشاكل، وده عملني وده ضربني، الحاجات بتاعت الولاد اللي انتوا عارفينها دي. ولكن انا حسيت لا، يعني الافضل ان انا اجيب لهم حاجات يشغلوا وقتهم. تعالوا بقى شوفوا جمانه، ده فستان العيد بتاعها، ابهرتني فعلا ما شاء الله تبارك الله يا بنات. الخرز ده بيتشري ازاي بقى؟ الخرز ده برضو من الحاجات اللي بيقضوا وقتهم فيها قوي. بيتشري الجرام بنص جنيه. يعني مثلا انت بقى مش لازم تقولوا هات كذا جرام، قول له مثلا انا عايزه من الخرز ده ب5 ومن ده ب10 ومن ده ب20. والسلاسل الطويله متركبه في بعضها اللي وريتها لكم في الاول، الفواكه، ودي بتتباع بالحبل كده، في الحبل ب10 وفي ب20 وفي ب15. بيعملوا بقى منها كميات. طبعا ده جمانة اللي عملته بمساعدة علياء بصراحة، بس أبهرتني. يعني جمانة اللي اختارت الألوان، هي اللي اختارت الفيونكة اللي في النص دي، طلعت لنا الفستان ومضاهية ليه خالص. وده يعني قعدت تقولي ماما هو ده احنا لو كنا اشتريناه كنا جبناه ب50 جنيه صح؟ طبعا هو ممكن يبقى ب25 أو حاجة كده بيتباع. قلت لها أيوة يا جمانة، غير التوفير بقى ان انت عملتيه بنفسك، انت هيبقى شكله حلو وعملتيه متين، وده فكرتك انت، وعملتي حاجة لايقة على اللبس بتاعك. هي بقى فرحانة قوي، كل شوية علقت العقد في الشماعة في الدولاب في الفستان، وكل شويه تدخل تبص على العقد وتطلع، كانت فرحانه بيه جدا. عملوا ايه بقى؟ عملوا لكل بيجامه، لكل لبس في البيت، لكل اي حاجه بيلبسوها في البيت عملوا لها اسوره، وقعدوا يعملوا لبنات العيله، وقعدوا يعملوا ده للطقم ده، قعدوا يعملوا حاجات صراحه ابهروني بصراحه، عجبتني قوي قوي يعني. والحاجات اللي يعني وانا بصور يا ماما الحاجات مش ظاهر جمالها، قلت لهم هي رقيقه وهي بتظهر في اللبس بس الحاجات ديت يعني. المهم بقى حبايبي، واحنا بنتفرج على البنات كده وهم بيعملوا الحاجات دي، عايزه اقول لك ان ذكر الله هو الحاجه الوحيده اللي لما ذكرت في القران او في السنه بتلاقي تطلع بكلمه كثيرا او قبلها كلمه كثيرا. فالذكر ده من الحاجات العبادات العظيمه اللي ما بتاخدش مننا مجهود، بس محتاجه تدريب. كان في شيخ من المشايخ كنت بسمعه بيقول لك ايه، مش فاكره اسمه صراحه، ان من شبابك ومن صغرك عود نفسك على الذكر، لان لما اللسان بياخد بيه وبيتعود وبيتدرب على الذكر بتبقى انت من الذاكرين، بقت عاده بالنسبه لك. ما تجيش بقى تقول بقى لما اخلص مشاغل الدنيا وحياتي انا هقعد بقى واتفرج بعد ال50 بعد ال60 بعد ال40، لا ذكر الله بس هيبقى تقيل عليك. فلازم تتدرب من بدري. واحنا برضو فيها يا بنات دلوقتي اللي بيسمعوني، ابدأي دربي نفسك لو كان صعب في الاول، انك تلاقي نفسك قاعده بتذكري ان الذكر بالنسبه لك. انا هقعد اقول دلوقتي 1000، انا هقول كده حتى من غير ما اعد، ان داخل عليا ايام العشر وافضل عباده فيها عباده التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، اللي انا كاتباها لك على الشاشه على فكره على اليمين هنا، عشان عايزاكي طول ما انت بتسمعي الفيديو تقعدي تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. المهم يا حبايبي، العباده دي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالها في الحديث قال لك ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه يا بنات؟ ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من ايام العشر. قال ايه بقى؟ فاكثروا فيهن، اكثروا اهو فيهن من التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير. يبقى كده قال ايه؟ اكثروا. يبقى الموضوع ده لازم يبقى كتير قوي. وبرضو في القرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني بص الذكر الكل هتلاقي ايات كلها مطبوعه ان هي الذكر الكثير. طيب
انا دلوقتي ذكرت ربنا 2000 3 طول اليوم، طول ما انا رايحه وجايه ولغايه اخر اليوم وانا بنام كله. طب هل ال 3000 ل 4000 ال 1000 اللي قلتيهم كلهم اتقالوا بقلبك؟ ما هو انت اذكري كتير، وفي بقى اللي هتحصليه بقلبك، وفي اللي بلسانك، وفي اللي بقلبك ولسانك، وفي اللي بلسانك بس وانت مش مركزه. طب واللي انا بلساني يا ام عليا مش مركزه ده مش هيتكتب لي؟ ان شاء الله باذن الله يكتب ليكي، لان الذكر درجات، منه اللي هو باللسان، ومنه بالقلب، ومنه باللسان والقلب، ومنه باللسان دون حضور القلب، وفي الآخر كله إن شاء الله ليه درجة وليه ثواب وليه درجة معينة من الثواب. بصوا بقى يا حبايبي، انا هقول لكم عشان لما بحب اكون بعمل حاجه اقول لكم عليه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اكثروا من ايه الاربع اذكار دول. انا بضيف عليهم، فاكرين الحديث لما الاعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرني على عمل يكون فيه خير كبير، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فراح الاعرابي ورجع قال له طب ده لله مش في حاجه ليا يعني ادعي بيها لنفسي؟ قال له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قول الاربعه دول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني. يبقى احنا حبايبي دعينا وجمعنا بين الذكر ده في الايام دي وبين الدعاء الكثير، لان الدعاء في الايام ده كتير مستحب، ايام عظيمه فيها نفحات ربانيه. ولو وقع كمان وانت صايمه كمان فطول اليوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني. انا عايزاكم تحافظوا على الذكر ده. بحب اما اكون انا في خير اقول لكم على الخير ده، ان احنا صحبه خير ان شاء الله باذن الله. بصوا، قعدوا بقى يعملوا حاجات كتير وقولي يا ماما خدي يا ماما وريهم بصي احنا عملنا حاجات حلوه قوي. ايه ده؟ قالوا لي دي خواتم، بص الصغيره بقى هتشوفوها. ودي لون مش عارفه بيجامه ايه، وده لون ايه، وعاملين زي علم فلسطين كده عاملينه على شكل خاتم. والاسوره دي عليها مصره، اللي هي اللي تحت الاخضر في دي بتقولي ده فلسطين، كلها الوان فلسطين، بس قلت لها مش شبيهه قوي، بس لقيت خاتم عامله زيه يعني. تمام. وده بقى العقد اللي جمانة عملته. تعالوا بقى نشوف عقد تاني عليه عملته شكله حلو قوي. المهم بقى يا بنات، انا عايزاكم تشغلوا ولادكم باي حاجه في البيت، شوفوا ايه اللي مناسب ليهم واشغلوهم. ما تقولوش ما فيش تليفون وتقعدوا تسيبوهم قاعدين في ملل، لا شاركوهم بانشطه، شاركوهم باي حاجه. وانا بناء على طلبكم دي الانشطه اللي ممكن اجيبها لاولادي، وجبت لعبد الله كده والجمانه كذا حاجه، يمكن هوريها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ودي حبايبي الخواتم اللي عملها، والله شكلها كيوت خالص، جميله جميله قوي بجد، شكلها حلو، بس حاجات بناتي كده حلوه رقيقه يعني. وان شاء الله الحاجات بقى لازم اقول لكم اللي انا عاملاها للاولاد الصغيرين هبقى اوريها لكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يكون فيديو مبهج وسعيد وفرحكم، واحنا داخلين كده على اجواء العيد اكون فرحتكم. وانتظروا بقى فيديو مشتريات العيد ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هجمع كل الحاجات وافرحكم بشويه مشتريات بسيطه كده تفرح الولاد على دخول العيد ان شاء الله باذن الله. حبيباتي، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اكثروا من الدعاء ده واصطحبوه دايما في الايام الفضيله، علشان ربنا فعلا يبقى معانا بعونه في عبادته وفي ذكره وفي شكره ان شاء الله باذن الله. انتهى الفيديو، ما تزعلوش، انا والله حاولت ان انا بطول الفيديو عشان انا بحب اتكلم معاكم اكتر كمان ما بتحبوا تسمعوني. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات حلوه وقويه ومبهجه في الفتره دي ان شاء الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.